بص، في حاله من حالات ايه. مصر هتلعب يوم الجمعه الجاي مع اثيوبيا، وبعدها هتطلع تلعب بوركينا فاسو هناك. الماتشين دول انا مش عايز اقول لك ان هم ممكن يبقوا اهم ماتشين في السنه اصلا. زمان 2010 و2008 لما كان بيبقى منتخب مصر هيلعب كمان شهر، الناس كانت بتقعد تستعد وتقرا عن المنافس، وافريقيا كانت جامده ساعتها قوي يعني. دلوقتي احنا ملهيين في خناقه كابتن فلان، والزمالك في المركز الثاني والاهلي في المركز ال 13، واحنا عندنا مصر هتلعب كمان 3 ايام. انت معايا؟ ومش هتلعب ماتش في تصفيات افريقيا الابتدائي، لا. يا راجل مش هتلعب ماتش في دور مجموعات دوري ابطال، دوري افريقيا يعني، لا برضه فاهم. ده احنا هنلعب ماتش مؤهل لكاس، ماتش مصيري. لو حصل لك تعثر، ودلوقتي الكوره فيها كل حاجه يا جماعه. احنا ياما واحنا نشهد يعني في سيناريوهات كاس العالم، انت ممكن يتحط عليك باسهل السهوله، فيبقى عيب لما تلاقي ان الاعلام كله، انا حاسس ان في حاله تراخي كده في حوار منتخب مصر ده. فاهم يعني؟ يعني ايه مصر هتلعب يوم الجمعه الجايه، كل ما افتح مثلا النت الاقي كل القصه او كل اللي بيدور انه شوف خد كام من الاهلي وشوف خد كام من الزمالك. طب والاهلي في المركز الكام، وجماهير الزمالك تحفل على جماهير الاهلي والاهلي تحفل على جماهير الزمالك. ده يقول له بتاع دجله وده يقول له بتاع بالاسيوطي. يا رجاله، مصر دي لو خسرت يوم الجمعه، أو بلاش يا عم، احنا كسبنا ورحنا حصل لنا حاجه في بوركينا، مش عايزين ندخل بقى في قصص ملحق ومش ملحق يعني هو انا عايز اسال سؤال. احنا امتى هنقد، يعني امتى هنرجع تاني نشجع المنتخب زي زمان؟ يعني والله بامانه، برجوله، يعني امتى هنبدا او هنرجع زي زمان المنتخب؟ يعني فكك بقى بلا اهلي بلا زمالك بلا بتاع، تمام، ده النكش المحلي حلو ومطلوب، ولكن في وقته. فاهم قصدي؟ انما انت يوم الجمعه، انت لو جرى لك اي حاجه ومعرض لده، ما تقوليش بعيد وصعب وبتاع، واحنا لينا دروس في تصفيات كاس العالم دي. فاهم؟ وديت انا بالنسبه لي دي اهم بطوله يا عم. انا الريكورد بتاعي فيها زفت، رحتها 3 مرات والثلاثه خيشت يعني. فاهم؟ فانا عايز اروح واقدم بقى. صح ولا مش ده المفروض الكلام اللي يتقال؟ مش ده المفروض رساله الاعلام؟ مفيش بقى الكلام ده، كلنا عايشين في ميه الصفقات والبتاع والضرب والاوف وبوم طخ بخ. ايه ده؟ ايه ده؟ ومنتخب مصر يجي يخسر، الناس تطلع تهاجم وتقول لك هو انتوا دعمتوا امتى عشان تهاجموا؟ اتمنى نبقى داعمين اكتر لمنتخبنا، واتمنى كل التوفيق، ونكسب الماتش بتاع يوم الجمعه، وان شاء الله ماتش بوركينا ونصعد بدون اي حاجه وسهله. ده 48 منتخب، يعني احنا ايه هيعملوا لنا 1000 منتخب عشان نصعد يعني ولا ايه؟ سلام.